السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات البودكاست. إن شاء الله في بودكاست النهارده هنسأل باشمهندسة حبيبة عن مجال هندسة طبية في دبي ورحلتك وإيه اللي حصل معاك والشغل وإزاي نأهل نفسنا وإزاي نسافر نشتغل وكده. معنا صديقة عزيزة باشمهندسة حبيبة، أهلا بيك. اهلا بك يا وسام. ممكن تعرفينا رحلتك كده في البداية يعني عايزين نعرف يعني مثلا إيه الكلية شكلها كان عامل إزاي والدراسة وكده في طبية في دبي، يعني إيه اللي حصل؟ طيب اول حاجه نبدا من الكليه. تمام، انت هنا الامانه الهندسه عموما هي 4 سنين مش 5 سنين زي عندكم في مصر. وده لان احنا من اول سنه بنتخصص على طول، مفيش عندنا نظام السنه الاعدادي اللي هي بتحدد انت اي قسم هندسه هتختاره. لا، انت بكل بساطه بتختار من اول سنه انت هتخش قسم ايه. فلنفترض انت اخترت اول سنه انك تدخل هندسه طبيه. في سنه اولى هندسه انت موادك كلها جنرال مش ريليتد خالص بالهندسه. بتاخد ماثماتكس، تمام، بتبدا بقى بماث 1 وبتبدا بفيزيكس 1. كمان بتاخد بيولوجي، بتاخد كيمستري، عارف اللي هو انت كانك بتكرر مواد الثانويه العامه بس بالانجلش. تمام. طيب لما بتاخد المواد الجنرال دي في سنه اولى، تمام، ده بجانب ان انت برضو هتاخد يعني اللي هم الالكتيفز زي الاي تي والحاجات دي. تمام. بتبدا تدخل بقى في سنه تانية على مواد برضو مش ريليتد برضو بالطبيه. الاول كل ده لسه هو بيزكس. هو على فكرة زي عندنا بالظبط، يعني إحنا عندنا برضه بس إحنا بناخد إعدادي هندسة بناخد فيها فيزيكس 1 وماس 1، كل مواد مظبوط. تقريبا بتاعت ثانويه عامه اه بس بالانجليزي برضو. لا، بعد كده احنا بنبدا برضو الاربع سنين هي تخصص. السنه الاولى هي بتبقى بس مواد جنرال زي ما قلت لك، ونفس النظام برضو سنه اعداديه. بس عندنا انت لا، انت تخصصك من اول سنه مش سنه اعداديه. تمام. تاني حاجة انت بخصوص السنة التانية انت بتبدأ بقى تاخد مش طبية، هتبدأ تاخد مواد الكتريكال. تمام. مواد الكتريكال وهتبدأ تاخد مواد من طب. تمام. فالمواد الالكتريكال برضه هتبقى يعني احنا عشان قسم الهندسة الطبية مع قسم الالكتريكال مع بعض، تمام، في نفس القسم. فعندنا بقى في سنه تانية كده بنبقى سوا زي ما بيقولوا احنا والالكتريكال مع بعض في المواد. تمام. فبناخد سيركت، بناخد لوجيك ديزاين، بناخد مايكرو كنترولر. الكترونكس. مظبوط، لوجيك ديزاين. ده بالنسبه للمواد الالكتريكال. تمام. بالنسبه لمواد الطب هي الاناتومي والفسيولوجي. تمام. اول ما بتدخل بقى السنه الثالثه، وهو اصلا السنه الثالثه هي بدايه البايوميديكال انجينيرنج. تمام. سنه ثالثه بقى اللي هو انت في سنه ثانيه خدت اهو الكتريكال لوحده وطب لوحده، فبتدخل على سنه ثالثه بتاخد يعني عارف بقى انت عملت ميرج للمواد دي. فمثلا لنفترض انت اخدت مع بعض في سنه ثانيه السيركت والاناتومي او الفسيولوجي، فلما بتدخل ثالثه فالمادتين دول اتعمل بيهم ميرج مع بعض وبقوا في ماده اللي هي الالكتروفسيولوجي. تمام. وبرده الانسترومنتيشن 1 بتبدا برده تاخد بايوميديكال ديزاين. فانت هنا بقى في بايوميديكال ديزاين بالذات، بايوميديكال ديزاين حرفيا 60% منهم من الدرجه لاب، لان انت بتعمل ديزاين للاي سي جي سيركت. تمام. فبتبدا بقى تتعلم الامبليفايرز وبتبدا تتعلم انواع الامبليفايرز، بتعمل انسترومنتيشن امبليفاير وبتعمل اللي هم الفلاتر باند باس فلتر ولو باس فلتر وهاي باس فلتر لحد ما في النهايه هتعمل اللي هو الاي سي جي سيركت. وازاي برضو تتعامل مع مع اللي هو الاوتبوت بتاعك لو كان السيجنال بتاع الاي سي جي لو كان فيها نويز. برضو بتتعلم الالكترودز والحاجات دي كلها. بتدخل بقى سنه رابعه هي بتبقى تكمله للمواد اللي انت خدتها في ثالثه. يعني مثلا انت في ثالثه بدات في انسترومنتيشن 1، تمام، هتبدا تاخد في رابعه انسترومنتيشن 2. بدات في ثالثه تاخد ميديكال ايمجنج 1، هتبدا تاخد ميديكال ايمجنج 2. مثلا ميديكال ايمجنج 1 كان بيعرفك على الاجهزه بشكل عام. تمام. مثلا الام ار اي كده بريف، مش تفاصيل يعني. بيعرفك على الام ار اي اللي هو الجنرال فانكشن يعني. السي تي سكان، كل اجهزه الاشعه بتدخل ميديكال ايمجنج 2، بتبدا تدرس بشكل مفصل عن الاجهزه دي. تمام. فطبعا في روعه زي ما قلت لك الجرادويشن بروجكت بيبقى متقسم لترمين، جرادويشن بروجكت 1 وجرادويشن بروجكت 2. جرادويشن بروجكت 1 ما هو الا يعني برزنتيشن وابستراكت للفكره اللي انت عايز تقدمها. تمام.
انسترومنتيشن 2 بقى هو التطبيق بتاع الفكره اللي انت عملت عليها ابستراكت وبرزنتيشن في الترم الاول. طب هو البروجكت بتاعك برضه كان عن ايه يعني؟ البروجكت بتاعي كان عن سمارت ريهابيليتيشن ديفايس فور نيك انجوريز. تمام. هو عباره عن احنا فكرنا فيها من ناحيه كلاود كومبيوتنج. تمام. قلنا حاولنا ان احنا نتعامل مع مشكله انه هنا يعني للاسف تكاليف العلاج مش يعني مش رخيصه ابدا. تمام. وفي نفس الوقت في يعني بعض الناس ما عندهاش تامين صحي اصلا. التامين الصحي اصلا هو اللي بيعمل لك خصم على مواعيد الدكاتره. في ناس ما عندهاش اصلا، فبيضطروا عشان يدخلوا للدكتور يعني بدون مبالغه بعض الناس ممكن تدفع 400 او حاجه يعني لبعض التخصصات الطبيه يعني. المهم كان فكره المشروع انه نخلي فيه تواصل ما بين الدكتور والمريض من البيت بتاع المريض، من البيت بتاع من غير ما يضطر ان هو يجي يحجز موعد مع الدكتور. المشروع كان كالاتي: نيك ديفايس. تمام. اما تزود بفايبريتور موتور وما تزود بكولر. تمام. ما توصل يعني في يعني ما توصل بكلاود كومبيوتنج مع اللي هو الموبايل بتاع الدكتور. تمام. فالدكتور بيعمل بينقل الداتا ليه العلامات الحيويه وكده بحيث ان الدكتور يقدر يشخص الحاله. فالناس اللي عندها تشنج الرقبه. تمام. حاله التشنج دي اصلا يعني بصرف النظر يعني انه صعب انه المريض يحجز، يبقى هو اصلا محتاج فولو اب دايما، فصعب ان هو يفضل يحجز مواعيده كده كتير. ده بجانب ان هو اصلا تشنج الرقبه انت ما بتعرفش تتحرك اصلا. تمام. فالموضوع ايشو. تمام. ف الجهاز ده تمام بما انه ما تزود بفايبريتور موتور وكولر. تمام. وما توصل بكلاود كومبيوتنج مع الدكتور. تمام. فالدكتور يقدر يتابع كل الداتا مع الداتا بتاع البيشنت ده مع اللي هو الكيرف بتاع امتى التشنج زاد وامتى قل. في تتبع بيجي له مثلا نوتيفيكيشن انه مثلا حاله التشنج هنا زادت، اتحكم في الفايبريتور موتور جوه. تمام. او في الكولر. فبس يعني بتاتش يقدر ان هو يشغل اللي هو الفايبريتور موتور ان هو يعمل للبيشنت مساج. تمام. على الرقبه. وبرده ان هو الكولر برده يديله بروده. تمام. طب عندي سؤالين يا حبيبي برضه عشان الناس بتسالهم كتير. هل المواد الريليتد بالفيلد عندنا يعني زي الاناتومي الفسيولوجي البيولوجي الحاجات دي كلها المواد اللي هي ريليتد بالحاجات الطبيه يعني ما صح، هل تكون عائق برضه بالنسبه له ولا لا؟ انت يعني حسيتي ان هي مواد لذيذه عادي ممكن هو بس يذاكرها وكده يعني لو حد مش بيحب يعني حد بيحب الماس هو بس هو ما بيحبش المواد اللي هي بتاعت الطب عموما مثلا؟ لا للامانه هو الموضوع فعلا سهل جدا. بس انت تقصد من ناحيه الماث والحاجات دي ولا الاناتومي؟ لا انا قصدي الاناتومي، انا قصدي المواد اللي ريليتد بالميديكال. لا المواد الاناتومي لا مش عائق خالص، بالعكس. الاناتومي يعني احنا لو جبنا حد من كليه طب بشري وشاف الاناتومي بتاعنا مش حاجه، هيعتبرها الاي بي سي بتاعه يعني مش حاجه خالص. لا هو انت بس يعني عندك الاستراكتور وبتحفظ اللي هي المسميات الاناتومي فيها بيديك البيزكس بس يعني زي عندنا في مصر يعني احنا كده لسه ما خرجناش. طيب هل هندسه طبيه كانت موجوده في جامعات كتير ولا لا يعني موجوده في جامعات محدوده؟ الهندسه الطبيه مش موجوده في كل الجامعات الحقيقه هنا. تمام. الهندسه الطبيه خلينا نقول هي موجوده في جامعه عجمان طبعا اللي هي انا متخرجه منها، وبما ان جامعه عجمان ليها 2 برانشز، واحده في عجمان الفرع الاساسي والثانيه في الفجيره. الفجيره صح. تمام. الاثنين دولت فيهم بايوميديكال. تمام. فكده لحد دلوقتي هو جامعتين في جامعه الشارقه. بس جامعه الشارقه يعني في البدايه بداوا فيها كبروجرام ماستر. تمام. ما كانوش فاتحين بكالوريوس، بس لسه من سنه بالظبط بداوا ان هم يفتحوا البكالوريوس. تمام. فاصبح برضه جامعه الشارقه بجانب الجامعه الامريكيه برضه، بس الجامعه الامريكيه برضه يعني فاتحه بروجرام بتاع الماستر. ما اعتقدش انه في بكالوريوس للامانه، لان احنا اغلب الناس اللي في جامعتنا بيعملوا ايه؟ بياخدوا البكالوريوس من عندنا وبيروحوا ياخدوا الماستر في البايوميديكال من الجامعه الامريكيه. تمام.
فالجامعه الامريكيه فيها ماستر، تمام، وفعلا 70% من الناس بتروح تاخد البايوميديكال ماستر من هناك. بس بالنسبه للبكالوريوس ما اعتقدش ان هي لسه فتحت في الجامعه الامريكيه، تمام. طيب عندك برضو جامعه خليفه برضو فيها بايوميديكال، تمام، وبما ان جامعه خليفه يعني بعيده شويه في ابو ظبي، فال يعني اللي انا متاكده منه يعني انه اللي هي اول 3 جامعات قلتها. طب يعني انا كنت عايز اعرف اللي هو يعني عموما عدد كبير قوي في طبيه، يعني بحس بصراحه ان انت ايه برضو نوعا ما، بحس ان انت لوحدك برضو في طبيه، يعني ما بحسش في ناس كتير او كده، غير ان في مصر مثلا بلاقي ناس كتير، مش عارف هو برضو في مصر قليل يعني، بس بحس مقارنه بدبي او كده بحس ان عدد اقل يعني. هل ده فعلا لا ولا لا؟ يعني في ناس كتير في طبيه برضو عندك؟ لا، هو بص للامانه يعني بالنسبه لناس كتير وناس قليل، مش حاسه يعني، حاسه ان عددنا اكيد مقارنه بيكم اقل. مقارنه بالاقسام التانية، يعني مقارنه باتصالات بميكانيكا بكده لا لا يعني لا لا، عددكم بص اقل؟ بص يعني احنا مش عارفه يعني اشرح لك ازاي، بس يعني بص دلوقتي عندنا كمبيوتر، تمام، سيبك بقى من اركتكتشر وسيبك من انتيريور، تمام. عندنا كمبيوتر والكتريكال وبايوميديكال، تمام. تمام. بايوميديكال هتلاقي فيه اكتر عدد مقارنه بالالكتريكال، بس مثلا هتلاقي مثلا نسبه يعني مثلا الالكتريكال عدد البنات فيها قليل جدا، تمام، بس تلاقي نسبه الشباب كتير، تمام. ده في الكتريكال، سواء بقى اتصالات او كنترول او اللي هو الالكترونكس، تمام. بايوميديكال هتلاقي لا عدد بايوميديكال اكتر، تمام. انا مش فاكره والله كنا قد ايه في الدفعه. بخصوص الافريج بتاعنا، هو يعني قول اقدر ادي رينج ما بين 60 ل 100 كده، يعني في الرينج ده، تمام. تمام. بس طبعا بالنسبه لاقسام الهندسه المختلفه، مثلا بغض النظر عن اركتكتشر وانتيريور لان ده ملناش علاقه بيه، تمام. انا هتكلم عن كمبيوتر واتصالات وبايوميديكال، لان اصلا التعامل كان ما بيننا احنا الثلاثه، يعني الثلاث بالظبط. اقسام دول. فهتلاقي مثلا بايوميديكال لا هو اكتر عدد مقارنه بكمبيوتر والكتريكال، فده اللي انا شايفاه يعني من. طيب ما انت برضو يعني كنت عايز اعرف برضو ايه، او اعرف الناس يعني انت بتشتغلي برضو بتعملي ايه بالظبط وكده، وشغلك في مجال ايه يعني؟ اول حاجه انا متخرجه بقالي سنتين طبعا. اول حاجه بدات اشتغل فيها كبروجكت ديفلوبمنت في شركه اسمها بلو بي سي بي الكترونكس. هي فكره الشركه عموما ان مشاريع البايوميديكال والالكتريكال، يعني اي حد عنده سؤال، يعني كونسلتيشن، نظام كونسلتيشن، اي حد عنده مشروع تخرج فبيجي ان هو يستشير، مثلا انا الاردوينو كذا كذا، عندي سؤال في البروجرامينج بتاع الاردوينو، الحاجات دي كلها، الكومبوننتس. حتى هو اصلا كان اونلاين ستور للالكترونيك كومبوننتس، يعني انا كان بيجي لي اوردرز على الالكترونيك كومبوننتس، تمام. فكنت بشحن الاوردرز دي للطلبه اللي كانوا، بالنسبه طبعا اللي كانوا بيطلبوها اونلاين، تمام، وفي طلبه طبعا بيجوا يشتروها دايركت. ده غير برضو البرزنتيشن والريبورتس بتاعت البرزنتيشن والريبورتس بتاعت مشاريع التخرج. برضو مثلا لو كان في يعني بشوف انا مثلا السيميلاريتي قد ايه، بشوف لو في حاجه غلط، في حاجه، في ناس اصلا كانوا بيعملوا البلوك دايجرام اصلا غلط، تمام، فكنت بلفت انتباههم لا ان البلوك دايجرام ده متوصل غلط كده يعني تمام. بعدين بعد ما خلصت في البلو سي بي الكترونكس انتقلت الكودينج لوردز، تمام، برضه كبروجكت ديفلوبمنت نفس الحاجه، بس هي هنا بقى ان انا يعني كودينج لوردز كانت بدايه دخولي في السوفت وير، تمام. والموضوع ده اصلا ما كانش في دماغي، بس انا لقيت انه في صعوبه، وده اللي هتكلم فيه. لقيت في صعوبه الى حد ما انك تبدا بايوميديكال كفريشر هنا، تمام. فلقيت فرصه اللي هي الكودينج لوردز، تمام. كانت برضو هي ستارت اب لسه فاتح جديد وكده، وكان الشخص عايز اوريدي ديفلوبرز، تمام، يعني ناس تدخل البيزنس، تدخل فلوس للبيزنس ده، تمام، وتحقق تارجتس، تمام. يبيع سوفت وير از سيرفيس يعني. مظبوط، ساس اللي هو سوفت وير از سيرفيس، تمام. ف دي هنا كانت بدايه دخولي في مجال السوفت وير، وبعدين لقيت ان جات لي فرصه افضل بعدها في شركه سيسبوس، تمام. ففي شركه سيسبوس هي بخصوص البي او اس سيستم اللي هو البوينت اوف سيلز، هو سوفت وير بيبقى لازم ان هو اي مانجر يبقى معاه السوفت وير ده، تمام.
لو مثلا انت مدير مطعم، او لو انت مثلا مدير شركه عموما، او لو انت مدير مصنع حتى، او اي حاجه، فانت لازم يبقى معاك سوفت وير سيستم اسمه بوينت اوف سيلز، لان انت عشان ما تتعرضش للسرقه، ما تبقى عارف انت محقق التارجت بتاعك ولا لا، ديلي ومانثلي وسنوي كمان. تمام، تبقى انت متابع لو انت بتحقق يعني انت عندك سيلز تارجت، مثلا انا عايز الشهر ده احقق مثلا اكسب 40,000 درهم، انا عايز ال 40,000 درهم دول يدخلوا شركتي الشهر ده. طيب السوفت وير سيستم ده هو بقى اللي بيبقى نظام تتبع كده، بيتحسب عليه كل قرش بيدخل الشركه. تمام، بيبقى بيدخل في السيستم، يعني بيبقى داتا في السيستم ده يعني. تمام، فبتشوف انت مثلا في اليوم او على مدار الاسبوع حققت قد ايه. تمام، ولو لقيت ان انت مش بتوصل، يعني انا مثلا لقيت نفسي على اخر الشهر ما وصلتش ل 40,000، لقيته مثلا 20,000، طيب انا خسرت 20,000 درهم ليه؟ تمام. فانت بقى هنا معاك اوريدي، يعني عارف الداتا كلها بقى متخزنه، فانت بتبتدي تبص. تمام، فممكن موظفينك ما يكونوش بيخافوا ربنا يعني زي ما بيقولوا وبيسرقوك. تخيل بقى انت مغفل بقالك شهر، يعني بتتعرض للسرقه بقالك شهر وخسرت 20,000، مش حرام عليك ولا لا؟ تمام. ايوه فهمت. لا، فده السيستم برضه بيمنع السرقات، وانا عن نفسي يعني شايفه انه لا. مش عايز اسالك حبيبه، مدى صعوبه ان حد يجي من مصر بقى عايز يشتغل في الامارات، بس عايز يعني مثلا يعني نقول مثلا حد كواليفايد اصلا، وحد تاني جاي مثلا لا هسافر هعمل ماستر الاول مثلا وبعد كده ابدا شغل هناك، فحد مثلا كواليفايد في مصر اصلا مثلا اشتغل سنه سنتين وعايز يسافر يشتغل في دبي يعني. هو مبدئيا الماستر بالنسبه لي هنا ملوش لازمه يعني خالص. عمرهم مثلا، يعني انا عمري ما قعدت في انترفيو وسالوا عن الماستر يعني. تمام اطلاقا. تمام، فبحس انه الماستر لا، يعني هو موضوع يعني ريليتد ليك، بس هنا لا، انا عمري ما شفت بوزيشن بيبقى الماستر يعني مطلوب يعني. تمام، هو لو اصلا هو لو يعني هو لو حبيبي لو عايز يطلع مثلا يسافر يشتغل بقى في اوروبا عموما او يشتغل في امريكا او كده، نوعا ما بيبقوش معترفين قوي بالدراسه بتاعتنا هنا، الا لو هو مثلا اي يو سي او كده فبيكون ماشي تمام. بس هو لو جامعات حكوميه او كده لا، يعني الاحسن والنصيحه ليه ان هو بيسافر بره بيعمل ماستر وبعد كده بالماستر بيشتغل هناك بقى، بيبقى ده طريق احسن. مبدئيا هم بيركزوا اكتر على الشهاده الاماراتيه. تمام، يعني شهاده البلد هنا. فمثلا لو جال لهم اي حد من بره، تمام، وحد شهاده اماراتيه فبيفضلوا الشهاده الاماراتيه، الا لو بشرط طبعا لو مثلا كده اللي جاي من بره هو اوفر كواليفايد واخد اكسبيرينس كويسه جدا من بره. يعني مثلا هم عايزين مثلا خلينا نقول كي اكاونت مانجر، تمام، البوزيشن ده. تمام، فالكي اكاونت مانجر مثلا قصادهم حد لسه فريشر، تمام، وفريشر من هنا يعني، وحد لسه جاي من بره بس عنده مثلا خلينا نقول اكسبيرينس 5-6 سنين في الكي اكاونت مانجر. ففي الكيس ده لا، هم طبعا هياخدوا اللي عنده اكسبيرينس 5 أو 6 سنين. بالنسبه مثلا على موضوع بقى الشهاده، لو الاثنين فريشرز، يعني مثلا حد خلص اهو من بره وجه على طول من غير ما يشتغل ولا مره هناك، تمام، قصاد حد متخرج برده من هنا، تمام، وبرده من غير اكسبيرينس، فلو اتحطوا الاثنين جنب بعض فصاحب الشهاده الاماراتيه هو اللي هيستلم البوزيشن. خير جدا. صعب بجد يعني ان احنا حد مثلا يسافر يجي يشتغل، ولا لا سهله برضو يعني؟ بص، هو يعني الموضوع ما بقاش سهل زي زمان، خليني اكون صريحه. انا يعني عايشه هنا في البلد دي من وانا عندي سنه، تمام، من سنه 1999 ولحد الان ما اشتغلتش في البايوميديكال، وانا متخرجه بقالي سنتين، فبشتغل في السوفت وير حاليا، كل خبرتي في السوفت وير. فلا الموضوع ما بقاش، هو مش عايزه يعني، مش قصدي احباط يعني او كده، انا اقصد لان ايه السبب انه ما بقاش الموضوع سهل. الموضوع كالاتي: ازمه كورونا جت، تمام، فطبعا الشركات بدات تفنش، الناس كلها تقاعدت، تمام، فما بقى المانجر ما بقاش عنده حد يدخل له فلوس للشركه، فبدا ان هو الكيرف بتاع مبيعاته يقل، فالفلوس الشركه بتاعته يعني ده في كل شركه الفلوس قلت، تمام. عقبال ما هنا يعني البلد بدات تتحرك من كورونا،
يعني اللي هم يعني كانت في بدايه 2022. يعني الموضوع قعد سنتين، تمام. تمام. فتخيل سنتين بقى من اجراءات و... و... وتفاصيل كده يعني. انه مثلا لازم ما يكونش مثلا الكباسيتي اكتر من العدد كذا وكده يعني. الشروط الاحترازيه. الشركات بدات ان هي تخسر، تمام. فوانس انه ازمه كورونا بقى خلصت، تمام، وهم بداوا ان هم يعني الدنيا ترجع طبيعيه تاني، تمام. فطبعا اللي خسروه في خلال سنه ونص او سنتين مش هيتظبط في يوم وليله. فحاليا خلينا نقول المرتبات مش زي الاول، تمام، لان هو دلوقتي بقى العرض اقل من الطلب، تمام. لا الطلب هي المفروض يعني الطلب اقل من العرض. تمام. يعني مثلا عايزه اقول انه الفاكنسيز، تمام. يعني مثلا هتلاقي فاكنسي واحده من غير مبالغه عليها 600 ابليكانت. تخيل. انا بشوف كده بنفسي على LinkedIn. بس ده طبيعي. وفي مصر يعني في ناس بتقدم على فكره وبتروحش انترفيو كده، فيعني ما يتخضش بالعدد الكبير، بس برضه يعني. طب ماشي، انا عندي سؤال تاني. الناس المصريين مثلا او ناس يعني اي جنسيه غير اماراتيه، هل بتشوفيهم كتير في الفيلد عندك في طبيه ولا لا يعني؟ الجنسيه الغير اماراتيه اكيد طبعا. بالعكس انا عمري ما شفت على الاطلاق حد مواطن في هندسه طبيه يعني حرفيا. انا اكتر جنسيه طبعا يعني مثلا مش قصدي في الكليه، قصدي في الشغل. لما كنت بزور المستشفيات يعني كده كان سواء حتى لما رحت اتدربت كل اقسام الهندسه الطبيه من كل مستشفى بلا استثناء كله يا اما هندي او باكستاني. شغالين في الكلينيكال، شغالين في الصيانه في المستشفى. انا حتى بقيت مستغربه، طب ليه العرب احنا فين؟ العرب بالظبط. العرب يعني عمرك ما هتلاقيهم في شغل المستشفى. قسم الهندسه الطبيه حرفيا يعني يكاد يكون مستحيل انك تلاقي عربي، تمام. هتلاقي العرب فين؟ في الشركات بقى، تمام. فاصلا يعني مش مشكله نسيب لهم الكلينيكال ونشتغل احنا في الشركات. ماشي. يعني بس ده حاجه كويسه يعني. في ناس كتير لو حد كواليفايد هيخش هيشتغل عادي يعني. هو بس عشان بصراحه على فكره الهنود يعني بصراحه هم جامدين في الحته بتاعتهم. احنا بنقعد نتريق وبتاع، بس هو بصراحه يعني على اليوتيوب او كده انت لو عايزه اي حاجه هتخش هتلاقي ناس هنديين اللي بيشرحوا. هم في الهنود من ناحيه تكنيشال هم افضل مننا، بس اقصد مثلا من ناحيه لغه وكده يعني مثلا هم فظيعه. يعني مثلا احنا ننفع كسيلز وبزنس ديفلوبرز. هم عكسنا في النقطه دي. هم يمشوا اكتر مع اللي هم التكنيشال. فعشان كده هم بتلاقي ان هم دايما فرصهم احسن مننا في الصيانه يعني. زي الفل. هل كل مجالات هندسه طبيه موجوده في الامارات ولا لا؟ يعني مثلا السيلز احنا قلنا الكلينيكال موجود وقلنا السيرفيس موجود. معظم مجالات طبيه موجوده في دبي برضه، هي في مصر موجوده ولا لا؟ في مجالات مختلفه ولا ايه تاني؟ لا بص، هو مبدئيا يعني بصراحه بنسبه يعني 80% السيلز اكتر حاجه. عندنا برضه في مصر كده على فكره. في مصر يعني السيلز اكتر حاجه برضه. انا متخيله ان هنا بس ان السيلز اكتر حاجه. لا عندنا السيلز كتير يعني قوي. انا لما نزلت مصر، تمام، يعني من شهر كنت في مصر وقعدت شهر، وفي خلال الشهر ده جالي انترفيو في شركه وادي النيل للاجهزه الطبيه. فلقيت ان هي اصلا برضه سيلز. فاللي هو طيب يعني حتى هنا بدات ان انا يعني انه اخد بالي انه حتى عندكم سيلز يعني. ف هنا طب وبقيه المجالات؟ بقيه المجالات بقى؟ لا الصيانه للامانه انا سنتين ما اتخرجه اهو ولا مره جالي انترفيو صيانه. موضوع الصيانه ما عنديش فكره يعني كويسه عنه، بس هو غالبا بيدوا للشباب يعني، مش غالبا ده 100% يعني. في مصر برضه كذلك. يعني مثلا انا اعرف بالنسبه مثلا الناس اللي دفعتي، اعرف يعني بعض الشباب راحوا يشتغلوا صيانه تكنيشال، تمام. البنت يعني ولا بنت اشتغلت في صيانه غير اللهم يعني واحده او اتنين من اصل 50 بنت من بنات دفعتي يعني. تمام. عشان بدأ يشتغل سيلز. كان في خناقتين معايا، كانت خناقه واتساب وخناقه الثانيه كان بنت ما شاء الله يعني قالت لي انا بتابعك وبتاع وكلمتني وهي تمنع الجمهوريه بس سنه وصنايع.
قالت لي انا هتمنع الجمهوريه وكده وبتاع، قلت لها ما شاء الله وبتاع، فبتقول لي عايز اشتغل قوي في الصيانه، قلت لها مع الاسف مقفوله اصلا يعني لا صعب لا قوي. مفيش. صعب هو يعني، هو مش مفيش خالص، بس في الاجهزه الكبيره والاجهزه اللي هتلاقي فيها سالري كويس هتلاقي ان الولاد بس يعني بتبقى محتاجه ايفورت او محتاجه مجهود جسماني يعني، برضو مش تقدر هي عليه اصلا. لا يعني انا لما اتدربت في مم. مستشفى اول ما اتخرجت، كنت لسه فريشر، فرحت مم. خدت لي تدريب يعني في مستشفى. فالاجهزه اللي بتوصل من الشركه للمستشفى، فبتلاقي بقى ان هم بيشيلوا وبيركبوا وكده، وانا مم. يعني اللي هم حتى ما بيقوليش حتى امسكي المفك طيب او يعني هو بيعلق اصلا شوف انت ده ما هو والله هتخرب لي يعني الدنيا. لا يعني في مجال الصيانه لا مش هو الصراحه مم. يعني هو خلينا متعب، نقول ان هو هو متعب على مش الشباب اصلا يعني، هو متعب علينا فصعب بصراحه فما يعني، بالك هو البنت، صعب، دي حقيقه. هو صعب. مم. ده طيب. بالاضافه انه مثلا عندي ليا خال في السعوديه، مم. دكتور اسنان تمام. فبيقول لي بالنسبه للصيانه يعني بتلاقي انه مهندسين الطبيين دخلوا العياده ويمكن ما طلعوش منها الا الساعه 2 ولا الساعه 3 الفجر، ولسه من هم بيركبوا الجهاز. فبرضه اللي هو ما فيش بنت هتقعد للوقت ده في الصيانه يعني. فبرضه هو من ناحيه اجتماعيه برضه مش هينفع، مش من ناحيه جسمانيه يعني او تكنيشن. طب بما انك اتكلمت في الجزئيه دي، فانت اكتر حاجه يعني البنات شغاله فيها ايه في دبي برضو عشان يبقوا فاهمين يعني اكتر حاجه اكتر شغالين؟ حاجه، لا اه. انا بزنس ديفلوبمنت شايفه ان هي فعلا اكتر حاجه. بزنس ديفلوبمنت، ابلكيشن سبيشاليست، سيلز سبيشاليست، ايه تاني، كي اكاونت مانجر. انا كي اكاونت مانجر من البوزيشنز اللي انا يعني فعلا عندي بلان ان انا اشتغل فيه ان شاء الله. بس ان هو شاء الله. اصلا كله يعني نفس بعض يعني، اللهم بس اختلافات بسيطه تمام. مم. فهو برضو الموضوع نفس بعض من نقطة انه برضو بيبقى في كونكشنز، ليك عندك كونكشنز مع الكلاينت، مع الكلاينتس تمام. بتبقى انت يعني اللي هو البي تو سي، اللي هو البيزنس تو كاستمر. اه. انت الوسيط ما بين الشركة والكلاينتس. تمام. فده الجانب المشترك بتاع كل واحد فيهم، بجانب تفاصيل يعني مثلا سوري بجانب بوينتس صغيره. يعني مثلا عندك السيلز سبيشاليست، هو مش مضطر يشرح لك تكنيشال، هو بس بيشرح لك يعني كبزنس تمام وخلاص يعني، بيعمل لك سيل للحاجه، هو مش مضطر يدخل لك في تفاصيل. عندك مثلا اللي هو التكنيشال سيلز تمام. التكنيشال سيلز هو بيسوق لك الجهاز، وفي نفس الوقت هو لازم يعرفك شويه تكنيشال الجهاز ده بيشتغل ازاي تمام. تمام. فبرضه يعني لازم يشغله اصلا قدامك تمام. مم. فده اللي هو التكنيشال سيل. فشايفه برضه ان التكنيشال مثلا بالنسبه للبنت، البنات اللي هم عموما اللي كان نفسهم قوي في تكنيشال تمام الصيانه وما عرفوش، فانا شايفه انه اوبشن اللي هو التكنيشال سيلز انسب حاجه، لان انت مش هتتعمق قوي في التكنيشال، بس في نفس الوقت انت كده يعني عملت حلقه وصل ما بين السيلز والتكنيشال. انت شرحت شويه تكنيشال بس مم. سيلز بنسبه اكبر يعني. طب ومجال الكلينيكال برضه عندنا، مجال الكلينيكال صراحه فيه بنات كتير، فهل في دبي برضه كذلك ولا لا الهنود لا انا مسيطرين؟ عمري لا للامانه يعني دفعتي والدفعات اللي قبلي والدفعات اللي بعدي ولا حد فينا اشتغل كلينيكال اطلاقا. ولو مم. اعرف حد كان اشتغل كلينيكال كنت قدرت اوصل له، بس انا علشان ما يعني ما فيش حد كلينيكال فكنت بضطر ان حتى ان انا اوصل لباشمهندسين كلينيكال في مصر، لان مم. مش شايفه حد كلينيكال قدامي. انا عايز اقول الحته دي بصراحه، الحته دي انت شاطره ما شاء الله جدا يعني صراحه، يعني انت ما شاء الله معانا في حاجات كتير، في جروبات كتير، في يعني في كذا ميتنج لك حاضره وكده، فدي حاجه كويسه قوي بصراحه، انا فرحان قوي. فتحب تنصحي برضو الناس بحاجه زي كده يعني، الناس اللي مثلا من دبي او من الامارات او معلش انا قلت دبي او الامارات، من السعوديه، من الخليج عموما الناس اللي في الخليج عموما تنصحيهم بحاجه زي كده ولا لا؟ طبعا انا ملاحظه بوينت افضل في مصر عن هنا، اللي هي الكونكشنز، السيلف براندنج. ملاحظه انه الناس عندكم اقوى في السيلف براندنج، بيعرفوا يعملوا نفسهم سيلف براندنج. بمعنى انا وصلت لباشمهندسين فعلا عندهم اقوياء في السيلف براندنج. من ضمنهم طبعا باشمهندسنا ايهاب الموجي اللي احنا معاه في ايم اكاديمي تمام. من السيلف براندنج بتاعه عن اللي هو الايم اكاديمي نفسه، ومهندس في فيليبس، وان هو بيدي كورسز في الام ار اي. فحتى ان هو يعني حد من بره مصر اصلا
اعرف عن باشمهندس ده تمام، وفعلا سجل في الكورسات اللي هو بيقدمها تمام. فشايفه ان نقطه السيلف براندنج عندكم افضل. بس هنا هنا يعني ممكن مثلا باشمهندس يعني هنا شويه الدنيا يعني منغلقه شويه هنا تمام. مش ملاحظه انه في الناس كلها عندها سيلف براندنج كويسه. بلاقي مثلا انت عايز تقول حاجه؟ كنت عايز اقول لك ان هو بصراحه ده مطلوب عندنا في مصر يعني بصراحه، عشان تشتغل في مجال بايوميديكال او تزودي فرصك. عندنا مش اجباري، عندنا الموضوع اختياري وانت وشطارتك. محدش هيعلمك ازاي تعمل سيلف براندنج. لا هو مش انا مش قصدي اجباري برضه في مصر، بس انا قصدي عشان تزودي فرص شغلك او تزودي يعني بصي، هو اي حد عايز يشغل حد فهو عايز يشوف ان هو فعلا كواليفايد ولا لا. فانت لو موريه شغلك وعارضه شغلك كويس دي حاجه كويسه، دي اد فاليو كبيره ليكي بصراحه. لا بالنسبه للسيلف براندنج اعرف مثلا ناس بيشتغلوا ما شاء الله في شركات كبيره هنا تمام، زي ليدر هيلث كير ومثلا جالف دراج والحاجات دي تمام، وبوزيشنز ما شاء الله كويسه. بس مثلا تبص على اللينكدين بروفايل مش ما فيش سيلف براندنج، مش معروفين اصلا تمام. يعني يعني بحس انه لا، يعني نقطه السيلف براندنج يفضل الناس تشتغل فيها اكتر. وعشان كده انا شايفه انه لقيت انه ام اكاديمي يفضل ان هي يتم افتتاح فرع ليها هنا في دبي، عشان بالذات لازم الناس تبدا تتعلم سيلف براندنج. في ناس للامانه يعني هو الشغل ازاي، انت يا اما هتتخرج ومعاك واسطه او ريليتيف او اي حاجه هيدخلك مكان كبير ومن سالري كويس دايركت تمام، وهتبدا مع الوقت ان انت بقى بتزيد بقى من وصل السالري كويس، فانت بقى هتبدا ان انت تزيد. احنا هنتكلم في جزئيه السالري، وكنت عايز اعرف منك برضو الشركات، يعني خلينا ماشيين واحده واحده. طيب ماشي. وعندك الناس الثانيه اللي هم ما فيش مثلا عندهم ريليتيفز، ما فيش واسطه وكده، فهم بيبداوا بيتعبوا شويه في الاول. بيبداوا ان هم يضطروا ياخدوا كورسات كتيره، يضطروا ان هم يسالوا باشمهندسين في المجال اكتر. بيعملوا ايه تاني برضه، بيشتغلوا على السيلف براندنج اكتر، بيحاولوا يعملوا كونكشنز كتير. يعني مثلا المؤتمرات عرب هيلث انا كل سنه لازم احضره، لان انا كل سنه بطلع فيها بكونكشنز في المجال الجديد تمام. فبشوف ان المؤتمر ده مهم قوي بالنسبه لي تمام. فانت الكونكشنز اللي بتعملها هنا يعني هي صعبه شويه، بس بتعملها في الاخر من اجتهادك الشخصي. وبعد كده بتبدا من خبرات، يعني عارف واحده بواحده تمام. بتبدا حتى من مرتبات يعني مش ساتيسفايد قوي في الاول، بس لحد ما بتعمل اكسبيرينس وبتكبر وكده، فبتبدا بقى ان انت تنتقل من شركات عاديه لشركات كبيره. بس ده ممكن ياخد منك يعني بالسنين، مش مثلا 3 4 5 سنين يعني وقت يعني. زي الفل. كنت عايز اسالك بقى في جزئيه الشركات، يعني ايه الشركات الموجوده عندكم برضه؟ عشان احنا يعني انا ما اعرفش الصراحه الشركات الموجوده، يعني هل فيليبس موجوده، سيمنز، جي اي؟ ايوه مظبوط. يعني فيليبس وجي اي وسيمنز اكيد موجود في هنا. بس مثلا انا ملاحظه في فيليبس ان هم بيطلبوا يعني لازم في الشروط بتاعتهم تمام في الشغل، احنا عايزين اميريتس ناشوناليتي، عايزين حد مواطنه. فانا دي برضو يعني بستغرب انه ليه حد مواطن يعني، وهل الموضوع فعلا نفس الحاجه مع شركه جي اي وسيمنز. بس لسه هتاكد من البوينت دي. بس بالنسبه لفيليبس هم عايزين حد مواطنه، بس ما اعرفش بقيه الجنسيات ايه النظام تمام. طبعا بالنسبه للشركات الكبيره اللي هي حلم اي مهندس طبي يعني اكيد اشتغل فيها، واصلا احنا بنبذل مجهود وبناخد كورسز وبنعمل سيلف براندنج وحاجات كتير عشان نوصل للشركات دي، اللي هم جالف دراج تمام، بايرس، وفي عندك بابرس، وعندك ليدر هيلث كير، وعندك سيتي فارماسي، وايه تاني، وعندك برضو ايميتاك هيلث كير. كده 6. ده اللي انا فاكراه لحد دلوقتي. يعني حاسه انه في شركه معينه كانت ناقصه، شركه معينه ناقصه، بس مش قادره افتكر اسمها يعني. مش مشكله، احنا عايزين بس اوفر فيو، يعني مش لازم ان كل حاجه، ممكن حد بالبحث البسيط هيلاقي الشركات يعني، بس انا عايز افهم الدنيا اكتر. نيجي بقى الحته المهمه اللي هم هيبقوا عايزينها، المرتبات. يعني رينج سالري عموما ممكن تحددي، ما اعرفش يعني، ممكن تقولي رينج عموما برضه الدنيا. هو الموضوع بيختلف من شركه للتانيه وعلى حسب الشركه. يعني مثلا لو
من الشركات الكبيره اللي انا قلت لك عليها، مثلا اعرف جالف دراج، تمام، مم. ناس بداوا فيها كفريشرز مع مم. يعني وصلوا لهم ان هم فريشرز عشان عندهم ريليتيفز فيها، مم. وبداوا من سالري 5000، تمام، ده اللي هو البدايه، تمام. ف واللي هو السالري 5000 اللي هو البوزيشن، هتلاقي بقى سيلز سبيشالست، هتلاقي سوليوشن انجينير، كذا حاجه، تمام. بس بدايتهم كانت من 5، تمام. مم. ده في الشركات الكبيره. بالنسبه للشركات اللي هي بتبقى عاديه يعني، تمام، فهو بتبقى السالاريز برضه بتختلف. مم. يعني في شركات بتبقى تعبانه قوي فممكن تديك 1000، مم. تمام. في مم. شركات ممكن تديك 2000 ونص، في مم. شركات 3000 ونص، 4000. بس الموضوع مم. ما اعتقدش ان هو بيزيد عن 4000 بالنسبه للشركات العاديه يعني. تمام جدا زي الفل. من وجهة نظرك، يعني من وجهة نظرك اللي عايز مثلا يشتغل على نفسه برضه يشتغل على نفسه ازاي او يعمل ايه؟ يعني عايز نصيحة منك برضه للناس اللي في الامارات او كده او الاماراتيين، يعني يشتغلوا ازاي على نفسهم برضه. يعني تقصد الناس اللي هنا ولا اللي في مصر عندك؟ يعني ماشي نتكلم على دي ودي، يعني ممكن تتكلم على الناس اللي في الامارات مثلا يشتغلوا على نفسهم ازاي برضه، عشان في ناس كتير بتكتب اسئلة بيبقى مش مصريين، يعني ممكن تتكلم على دي ودي. طيب، هو هبدأ بالناس اللي هنا. هم شايفة انه مثلا هم عندهم كواليفيكيشنز كويسة، عندهم رخصة السواقة، عندهم الإقامة، رخصة تمام. السواقة حاجة مهمة، انت قلتي لي على كده ان رخصة ده نمبر مهمة. 1 يعني. يا تمام فرحتي ماشي. عندك اكسبيرينس 10 سنين وكده، بس تيجي تقول لهم معيش رخصة، هيقولوا لك مع السلامة. ف رخصة سواقة وإقامة، لأن برضه موضوع الإقامة أنت بتوفر على الشركة 6000 درهم، لأن أي شركة تعمل لك إقامة بيدفعوا 6000. فلما يشوفوا إنه حد أوريدي عنده إقامة، خلاص أنت يعني وفرت علينا 6، تمام. ف هم عندهم كواليفيكيشنز كويسه، بس مثلا لو يشتغلوا اكتر على السيلف براندنج، لو يشتغلوا اكتر على الكونكشنز، يتعرفوا اكتر، يبقى في سيلف انتروديوسنج، فاهمني؟ يبقى في ايفورتس اكتر ان هم مثلا يتعلموا كذا حاجه. يعني مثلا بلاحظ ان حد بدا مثلا تكنيشال مثلا، وفي جهاز مثلا خلينا نقول الاكس راي، تمام، خلاص انا تكنيشال اكس راي، هروح، تمام، هكمل على الموضوع ده لبقيه حياتي، تمام. هروح كل يوم يعني اشوف التاسكس اللي عليا، تمام، وارجع الساعه 5 واكمل بقيه حياتي وخلاص. مش عايزه اتعلم حاجه جديده، مش عايزه اتعلم مثلا بروفيشنال سكيلز، مش عايزه اتعلم كل ده. ما عشان من هنا جت الفكره ان احنا نفتح فرع الام اكاديمي هنا، لان الموضوع هيفرق فعلا. هو الصراحه عندنا يعني هو مميز عندنا في ايه بصراحه، ان الكورسات فعلا هي مش على فكره في مصر مش موجوده كتير. الفكره ان الطلبه كلها فاكرين ان هو اهم حاجه التكنيكال، احنا ناخد تكنيكال قوي قوي اطلع اشتغل على طول. لا مظبوط. دي في شركات اللوكال كده، لكن في الشركات الكبيره وكده محتاجين منك انك تبقى فاهمه بيزنس، فاهمه السوفت سكيلز عندك عاليه، عامله نفسك بيرسون براند كويس، فدي حاجه مهمه. انا عن نفسي كحبيبه كنت متخرجه ومتخيله ان التكنيشال اهم فعلا، لحد ما اللي خدت كورسات معاكم في ام، تمام. لقيت انه لا، السكيلز يعني فعلا اهم من التكنيشال. فبرضه زي ما قلت لك الموضوع ام هيفرق جامد هنا ان شاء الله، وان شاء الله تبقى خطوه كويسه يعني. ان شاء الله. طيب ماشي، بالنسبه لمصر انت شايفه في حاجه حابه تقولي فيها؟ يعني حابه تقولي حاجه؟ صح. انا المهم بخصوص مصر، تمام. شايفه ان هم لا، بصراحه ممتازين جدا في السيلف براندنج، بس يعني اللي هو النقطه اللي يعني انصحهم يشتغلوا عليها اللي هي الدرايفنج لايسنس والاقامه. بس الاقامه يعني ازاي؟ يعني ما بتجيش يعني مثلا لو انت عندك ريليتيف هنا وجيت هنا، فيقدر ان الشخص ده يعمل لك اقامه، تمام. بس لو انت جاي وما تعرفش حد هنا، فانت بتضطر تعمل فيزيت زياره مدتها 3 شهور. وفي ال3 شهور دول بقى يعني اعرف ناس فعلا شفتهم في المؤتمرات وكده، كانوا جايين فيزيت زياره فعلا لدبي 3 شهور، وبيكونوا فعلا في ال3 شهور دول ما بيناموش تقريبا، لان بيقعدوا يدوروا على شغل، لان الموضوع هيفرق معاهم جامد. لو لقوا شغل خلاص هم كده ضمنوا اتعمل لهم اقامه، ومش هيضطروا ان هم بس يعني يقعدوا ديوريشن معينه ويمشوا، تمام. فهم بيكونوا مستعدين حتى ان هم لو هلاقي فرصه بره بايوميديكال، تمام، مفيش اي مشكله. اهم حاجه ابقى ضمنت اقامه،
تمام. امم فالاقامه وبرضه رخصه السواقه، بس الموضوع ريليتد ببعض، لان انت رخصه السواقه لازم يبقى معاك اقامه، فانت وانس ان انت وصلت للاقامه هتقدر توصل لرخصه السواقه، تمام. امم وونس ان بقى معاك التو كواليفيكيشنز، ده هيزود فرصك في الشغل هنا. طب هل بس برضه عايز اكد على حاجه، يعني السيلف براندنج مش معمول طلبه كتير ما عندهاش الفكره دي اصلا يعني، او يعني في نسبه كويسه، بس بصراحه يعني الناس اللي عامله براندنج لنفسهم كويس هم ناس كتير متخرجه وفاهمين سوق العمل في مصر، يعني بكلمك على مصر يعني. فبرضه انا يعني بحب انصح الطلبه بحاجه زي كده، ان هو مثلا مجال الكلينيكال من اهم المجالات اللي ممكن عشان تزود فرصك ان انت تشتغل في مجال الكلينيكال في مصر، انت محتاج تعمل نفسك براندنج كويس، او انك تبقى نوعا ما شغلك باين يعني، او ان انت معروف برضه نوعا ما. وبصراحه دي بتفرق مع الشخص يعني. يعني انا برضه لولا شغلي مثلا، لولا عملت مثلا يوتيوب في البدايه وكلمت باشمهندس ايهاب، لولا ما اشتغلنا في ايم اكاديمي كده يعني، فدي حاجه كويسه بصراحه يعني. هل من وجهه نظرك المفروض اهتم بحاجه لو انا عايز اسافر؟ يعني مثلا اعمل ايه برضه لو انا عايز اجهز نفسي، مثلا انا في حد في دماغه ان هو هيسافر الامارات من البدايه، يعمل ايه برضه؟ هي من البداية يعني شوية صعبة. أنا برأيي إن أنت يعني تحاول إن أنت تستغل وجودك في مصر، إن أنت تحاول تعمل اكسبيرينس على قد ما تقدر، تمام؟ تمام. خد دايما البداية في يعني الحاجة اللي أنت عايز تشتغل فيها هنا، اعمل ابدأ فيها من مصر. ومن رأيي حاول تبدأ يعني مثلا في الحاجة اللي فيها أكتر يعني الفاكانسيز، أكتر حاجة قلت لك سيلز، فأنت حاول تبدأ في السيلز في مصر. بس ده برضو يعني لو جات لك حاجه تكنيشال يعني ما ترفضش الاوفر، بس انا قصدي ان اقول ان الافضل سيلز، لان برضو يعني انت بتاخد اكسبيرينس في حاجه عندك في مصر وبتيجي بيها على هنا. وطبعا يعني زي ما قلت لك لما تعمل بقى اقامه وتعمل رخصه مع الاكسبيرينس دي، فلا انت هنا يعني خلاص. يعني طبعا الكونكشنز اهم حاجه. يعني تخيل انت عندك اقامه ورخصه وعندك اكسبيرينس بس ما عندكش كونكشنز هنا، برضو يعني فرص اقل. الفرص اقل. فلازم اللي هم الاربع اساسيات دول: الاقامه، رخصه السواقه، الاكسبيرينس، واخيرا الكونكشن، تمام. الكونكشنز اللي هنا بس هو ده اللي طب في ناس بتعمل لهم هيد هانتنج من مصر ولا ما تعرفش حاجه زي في ناس كده؟ بيعملوا ايه؟ هيد هانتنج، ان هم بيبقوا عايزينهم بالاسم، يعني عايزين مثلا باشمهندس ايهاب هيجي يشتغل معانا، عايزين باشمهندس كذا هيجي يشتغل معانا. هو الموضوع ده بيبقى بالمعارف بصراحه. بيبقى يعني مثلا انا عشان بشتغل معاكم في ايم اكاديمي، فمثلا ممكن في الشركه او مثلا لقيت ان هم عايزين حد معين، تمام، ديفلوبر، فاقول لهم مثلا باشمهندس وسام شحات انا اشتغلت معاه قبل كده في ايم اكاديمي، في شغل ما بيننا، واعمل لك بقى ريكومنديشن لان انا اشتغلت معاك، تمام. فلما وانس ان اعمل لك الريكومنديشن، وطبعا لو انا حد ثابت عندهم، يعني انا حد موثوق عندهم، في تراست من ناحيتهم ليا، تمام. فوانس انه مثلا عايزين ديفلوبر انجينير وسام شحات، خبرتي معاه في الايم اكاديمي، اشتغلنا كذا كذا، عملنا كذا، وكل ده تمام ريكومنديشنز. فهنا بيبتدوا ان هم احنا عايزين انجينير وسام شحات، هنطلبه من مصر، هنبدا نعمل له اقامه، تمام. ويعني هنستنى عليه لما ياخد الرخصه، لان هو هيبدا يعني هنعمل له الاقامه فهيجي، هنستنى عليه شويه لحد ما ياخد الرخصه بقى، في شهر، في شهرين، في 3 هو وشطارته يعني. انا حابب اوضح برضو ان اللي معاه رخصه في مصر هيروح يعملها هناك تاني، يعني عشان الناس تفهم حاجه. لا، ما هو الرخصه اللي يعني هو هنا يعني مثلا انت لو معاك رخصه من بره، فانت لازم يبقى فيه رخصه اماراتيه. ايوه انا قصدي كده، انا قصدي ان هو لو معاه رخصه في مصر هيقول لك انا معايا رخصه اصلا في مصر يعني. لا في الامارات الموضوع مختلف واصعب شويه الصراحه من الرخصه بتاعت مصر. بص، هو من ناحيه السواقه وكده هي اكيد يعني السواقه هنا اسهل. فيعني ما اعتقدش ان هو هيسقط من اول امتحان، لان هو جاي من السواقه الصعبه للسواقه السهله. هتلاقي لا، اتوقع ان الموضوع هيخلص منه بسرعه يعني. تمام زي الفل. تحب تنصحيهم بحاجه تاني ولا اوكي كده؟ بس يعني لو عندك اي سؤال تاني انا جاهزه. ماشي. انا كان قصدي في النقطه دي، وجهه نظرك المجال هندسه الطبيه للبنات يعني، شايفه ايه؟ انا بحاول اوضح لهم عشان في ناس كتير بتسال هل الطبيه مناسبه لينا ولا لا، فحابه توضحي لهم حاجه، تقول لهم حاجه مثلا ولا يعني؟ معلش بس الطبيه مناسبه لينا كبنات من ناحيه ايه؟
للبنات يعني، قصدي من ناحيه الشغل وكده الصعوبات اللي هتواجهها ايه كده؟ لا هو من ناحيه اللي هم بصراحه في السيلز بيفضلوا اكتر البنات. انا شايف البنات في الطبيه هيتجهوا للسيلز. مفيش اي يعني اوبشن تاني غير السيلز، تمام. فهيتجهوا نحو في السيلز بقى، يا اما سيلز سبيشاليست، يا اما ابلكيشن سبيشاليست، يا اما تكنيكال سيلز زي ما قلت لك، يا اما كي اكونت مانجر. يعني هيتجهوا للجانب البيزنس اكتر، تمام. هيخلوا انه البنات هم اللي الماسكين اللي هم زي ما بيقولوا ماديات الشركه، او اللي هم الوسيط اللي بينهم وبين الكلاينتس. هل في كورسات تنصح الناس بيها مثلا، كورسات معينه او تريننج معينه او حاجه زي كده ياخدوها؟ بص انا كحبيبه عمري ما يعني في اللي هو السنتين طبعا كم يعني عملت انترفيوز كتيره، ولا انترفيو واحد سالوني اخدت كورس ايه. يعني عمرهم ما سالوني عن الكورس. فالموضوع ده بيختلف. يعني بحس في مصر عندكم لا بيركزوا انت اخدت يعني كورسز ايه واخدت قد ايه كورسز والحاجات دي كلها. هنا لا ما بيركزوش خالص على الكورسز. يعني انا شخصيا نسيت انا اخدت كورسز ايه من كتر ما انا ما بجيبش سيرتها اصلا. بصراحة في مصر الموضوع أصعب شوية، يعني ما أكدبش بصراحة. في مصر يعني الموضوع لا، أنت لازم تكون مجتهد فعلا في الكلية واشتغلت على نفسك كويس وأثبت نفسك. هو كده يعني، أنت بتثبت نفسك في فترة الكلية، بعد كده بتطلع تثبت نفسك في فترة الشغل. تحب تقولي حاجة للناس في النهاية؟ عايزة أقول يعني إنه يعني زي ما قلت لهم إنه الأربع البيزكس الأساسية اللي هم الإقامة ورخصة السواقة والإكسبيرينس أهم حاجة. أنا شايفة إنه مثلا ما حدش يتسرع إن هو يجي من مصر. هو هيستغل وجوده في مصر، تمام. إن هو هيبدأ يعمل شوية إكسبيرينس، هيبدأ يكبر شوية في الحاجة اللي هو عايزها، تمام. هيجي هنا على دبي، تمام. مش هيبقى بقى اللي هو من الصفر خالص، لأن هنا صعب جدا إنك تلاقي شغلانة كفريشر، خاصة إن سوق دبي سوق تنافسي يكاد إنه يكون خالي من الأخطاء. فبالتالي محتاجين اللي يعينوه يبقى جاهز مش فريشر. لو أنت فريشر فأنت هتيجي بقى اللي هو من شركات يعني ستيب باي ستيب، تمام. مرتبات اللي هم مثلا 1000 أو 2000. طب دلوقتي أنت لما تبقى جاي من بس هو درهم برضه يعني. أنت جاي من مصر وهتاخد مرتب 1000 ولا 2000 ولا حتى 3.5. معلش انت طبعا يعني عيلتك مش هنا، فانت محتاج سكن. السكن اللي واخده 3000. تخيل بقى انت بتاخد 2000، يعني انت سكنك اعلى من مرتبك. لو كنت بتاخد 3000 ونص فانت 3000 رايح على السكن، 500 بقى يعني. شوف بقى اللي هم تلبي لك الطلبات الثانيه يعني. لا صعب جدا. فانا شايفه انه اللي يجي من مصر على هنا يجي على اكسبيرينس، بحيث انه يبدا بمرتب يساعده ان هو يبدا هنا. تمام. انما مثلا الناس اللي انا هنا اوريدي عايشه مع اهلي، متوفر لي خلاص كل السبل اللي هم ان انا يعني حتى لو مثلا مرتب 1000 ولا 2000 عادي، اللي هو مش متضرره قوي، لان ما فيش اللي هم الحاجات اللي مش انا اللي بصرف على السكن، مش انا اللي يعني عارف اللي هو ده مصروف يعني. تمام. فبس يعني بحب اشكرك جدا يا حبيبي، بجد نورتينا، وشكرا جدا على معلوماتك الجميله دي. تمام. عفوا يا